صباح الخير على أحلى متابعين بالعالم، بحبكن كتير. ورح نبدأ اليوم صباحنا بفنجان قهوة. اليوم يا صبايا أنا عندي مشوار برات البيت، وهون كان ما في عندي بن، وكمان جوزي اشترى لي البن. طبعا ريحته بتجنن يا جماعة، خصوصي أول ما بيجي تازة ريحته يعني بتغرف القلب يا صبايا، شي مو طبيعي. فهون أنا لبين ما راح جوزي جاب البن وإجا، فأنا ضبيت البيت ضبي ولبست البنات مشان نبعتهم على المدرسة مثل ما بتعرفوا. فبطريقنا نحن رح نوديهم على المدرسة ونكمل طريقنا على السوق، وحطيت لهم طبعا طبقت لهم الأكل اللانش بوكس ولبستهم، وطبعا عطرتهم وسرحت لهم شعراتهم. وهون كانت قهوتي جاهزة كمان، وشربنا القهوة مثل ما شايفين. شربت القهوة وطبعا ضلينا رايحين على السوق. هلا نحن طلعنا بالمترو. الصراحة أنا خجلت أصور بقلب المترو وهيك، فهون قلت له لجوزي خد لي هيك لقطة بسيطة لحتى الصبايا يشوفوا كمان هون الأجواء عنا بهي الساحة. هي الساحة كتير أجواء حلوة عن جد. وهون الحمامات دائما بيتجمعوا، الناس هيك بيشتروا لهم أكل وبيرشوا لهم إياه. فطلعوا هون الشباب شلون عم بيطلعوا، فكروني إنه عم ببكي أو شي كني. وهون مثل ما شايفين نحن ما كنا فطرانين، فصار هو لألكن فطور وهو غدا، عرفتوا. هلا نحن تمشينا بالسوق شوي واشتريت شغلة رح تشوفوها هلا بعدين بنهاية الفيديو، تقريبا بنص الفيديو، وتركناها عندهم. يعني قلنا ما بدنا نشيلها ونتعذب بشيلتها. بعدين جينا مثل ما شايفين انه نحن ما كنا فطرانين فكتير جوعنا. فقال لي جوزي تعي بناكل لقمة وبعدين بنرجع بنكمل على السوق مشان ما نتعب أكتر. فهون مثل ما شايفين طلبنا الجانتك بالقشر مع الكوشبشة، يعني راس العصفور، كتير طعمتها طيبة بتجنن يا صبايا. وأكلة الإسكندر أكيد الناس الموجودين بتركيا بيعرفوها، وإذا صبايا ما بتعرفوها فهي كتير هي عبارة عن مثل، بحس أنا مثل الشاورما، بس عن جد طعمتها كتير طيبة. بس بيحطوا لها هنا صوص وبيحطوا لها خبز من تحتها وبيطشوا لها السمنة، فكتير طعمتها طيبة. وحاطين مثل جنبها مثل ما شايفين اللبن. الصبايا اللي ما جربتوها جربوها، عن جد بنصحكم فيها كتير رح تحبوها. هلا أنا جبتها كذا مرة وسويتها بالبيت. هي بتنباع بالمولات كمان، انتي بتقطعي لها خبز وكمان بتحطي لها الصوص وبتجهزيها. بس بحس انه سبحان الله شغل السوق بهالاكلات بيطلع غير شكل، مثل الشاورما ومثل هي الاسكندر. بحس انه اذا سوى بالسوق واكلتها بالسوق بحسها بتطلع اطيب بكتير. وانتو ايش رايكم كمان؟ هلا انا يا صبايا ما كتير صورت لكم بالسوق، ما كتير صورت لكم الاجواء، ما كتير صورت لكم انه ايش تفرجت وايش اشتريت، لانه عن جد انا ما بعرف، انه لسه ما تعودت انه اصور برات البيت. وفي كتير زحمة محل ما عم بروح، المشكلة كتير في زحمة يا صبايا. هذا السوق بيكون كتير مليان، وأنا ما بحب إنه أسمع كلمة من شخص إنه مثلا ليش عم بتصوري، أو ليش صورتيني، أو ليش أنا ما بحب حدا يصورني. فإنه هذا المواقف أنا ما بحبهم، مثل ما أنا ما بحب حدا يصورني وأنا نفس الشي. فرجيتكم شي بسيط وانا رجعانة على البيت كمان. مثل ما شايفين اشتريت انا كمان اغراض غير هدول، طبعا هن بهارات وتوابل لازمين للبيت. والمفاجأة اللي هي عبقلكم انه اشتريتها فهي هاي القلاية الهوائية. هاي من دون ولا نقطة زيت، بتستعمليها كتير رائعة، بل أكثر من رائعة يا جماعة. هلأ أنا بدكم تقولوا لي إنه مثلا شو قد سعرها، شلون أخدتيها وهيك. هلأ نحن في كفيل كفلنا وأخدناها بالتقسيط. طبعا انتو اذا رح تاخدوها نقد فبيختلف السعر، فلهيك انا ما رح احدد سعر، انتو روحوا شوفوها بالسوق. طبعا انا رح اجربها، قالوا لي ايش اطبخ فيها طبخة انه اجربها واعطيكم رأيي فيها. هلا انا بما انه كنت شارية كستنة هون، طبعا انا ليفتهم يا صبايا هدول التنتين، وكل وحدة منا من طرف بتسع 4 دور 3، يعني 4 لتر. فهي التنتين بتسعة 8 لتر، يعني نسعتها منيحة مقبولة. بحسن أعمل بطرف كيكات وبيتزا، وبحسن أجفف فيها مثلا برتقاني وصفي فليفلة، بحسن أنشف فيها اللي بدي إياه. وأنا كمان جربت طرف تاني، عملت وجبة بطاطا للأولاد. طبعا هذا القسم أبدا ما بيأثر على هذا القسم، حتى لو كنت عم بعمل بقسم حلو بقسم التاني عم بعمل طبخ. تخيلوا مثلا عم بعمل بطرف كب كيك وبطرف عم بعمل سمك، أبدا ما بيأثر الريحة على بعضها أبدا أبدا. شايفين جربت الكستنة وكتير نتيجتها رائعة، وما أخذت معي 10 دقايق بس. البطاطا كان الله يصلحني
يعني أنا لازم إنه أعملها كتير أرفع. فهو أول تجربة بس طيبة وناجحة، بس إنه أخذت معي أكتر وقت لأنه ما رفعت قطعة. وهون أنا روتيني كان كتير بسيط، هذا هو. بحبكن كتير، لا تنسوا تتابعوني. مثل ما شايفين هون بلشت إنه هيك آخر الليل أنا بشرب شاي أخضر، وكل الصبايا أكيد بيعرفوا روتين فاطمة. بحبكن يا صبايا وتضلوا دائما على خير يا رب. لا تنسوا تتابعوني، ترفعوا الفيديو اكسبلور. سلام.